بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. مباراه النادي الاهلي وسموحه واللي انتهت بفوز الاهلي بفوز كبير 3-1. بيكم اصحابي وحابين تتفرجوا على حلقاتي اللي تتفرج على الحلقه للاخر دول احد اصدقائك للاشتراك في القناه وتشير الفيديو على اي من منصات التواصل الاجتماعي. نخش على تشكيل المباراه وبعدين نتكلم في احداثها. النادي الاهلي ابتدى المباراه النهارده بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اثنين محمود متولي ورامي ربيعه، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، ثلاثه في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري وحمدي فتحي، وثلاثه في الهجوم عبد القادر وحسين الشحات، والمفاجاه كانت كهربا. النادي الاهلي لعب سموحه من كام اسبوع في الدوري وعارف نظام لعب سموحه ونظام طارق العشري والهاني سليمان وازاي بيمشوا المباراه وبيبوظوا اي مباراه بيلعبوها قدام الفرق الكبيره. لكن النادي الاهلي كان منتبه للنقطه دي جدا واشتغل عليها وقدر يخلص المباراه في 11 دقيقه بالظبط بمساعده الهاني سليمان. وقبل ما الناس تطلع تشكك وتقول هاني سليمان بايع الماتش ولا هاني سليمان اهلاوي زي ما قالوا على احمد الشناوي قبل كده، الهاني سليمان النهارده ما كانش في حالته على الاطلاق. الاهلي من هجمتين، مش هجمتين يعني شبه هجمه كده، كهربا بيعرض الكوره وقعت من ايد الجون دخلت جون، بعد كده كهربا بيصلح الكوره لحمدي فتحي، كوره ضعيفه جدا عدت من تحت ايدين الهاني سليمان، وكان الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 11. يعني الاهلي خلص المباراه اكلينيكيا في اول 11 دقيقه، كانت الدقيقه 36 والهدف الثالث والجميل جدا اللي احرزه كهربا النهارده اللي كان نجم المباراه بلا منازع، اسيستين وهدف. وفي نهايه المباراه حصل على سموحه على ضربه جزاء واحرز منها هدف شرفي، وانتهت المباراه 3-1 فوز كبير للنادي الاهلي. وبكده النادي الاهلي بيتاهل للمباراه النهائيه لملاقاه بيراميدز اللي غلب نادي الزمالك امبارح. النادي الاهلي زي ما قلنا نزل ضاغط وخلص المباراه، لكن في الشوط الثاني الاهلي عمل تغييرات كتيره جدا ولعب كل اللعيبه اللي اشتراهم في فتره الانتقالات الشتويه، مروان عطيه وكريستو وعبد الفتاح، يعني كل الناس النادي الاهلي اشتراهم واطمن عليهم النهارده. لكن ادائهم الى حد ما كانش اداء مميز، مثلا لان النادي الاهلي كان خلص المباراه من الشوط الاولاني والشوط الثاني كان تقضيه واجب، كان ممكن الاهلي يجيب اهداف ثانيه، ولكن المباراه انتهت 3-1 في سيناريو كان غير متوقع لطارق العشري اللي معروف عنه اللعب الدفاعي الكلاسيكي البحت، والماتشات دي بتاعته معروف نظام اللعب بتاعه فيها ايه، زون ديفنس، ولو جت هجمه مرتده وخلصنا الماتش اوكي، ما كانش نطلع للتعادل ونلعب بقى بضربات الجزاء. لكن النادي الاهلي زي ما قلنا كان منتبه وقدر يخلص المباراه من بدايتها. تعليق صغير على موضوع كهربا كده كده هيدفع الغرامه لنادي الزمالك. كهربا لعب النهارده ده مش معناه انتصار تاريخي للنادي الاهلي ولا انتصار تاريخي لكهربا ولا يمثل اي شيء اصلا. كهربا كان موقوف 6 شهور وخلصوا ال6 شهور. لعب كهربا النهارده لحين صدور قرار اخر من المحكمه الرياضيه او من الفيفا، لكن كهربا كده كده هيدفع. يعني لعب كهربا النهارده مش انتصار ولا حاجه، لكنه كده كده هيدفع الغرامه، لكن ازاي وكيف ما نعرفش، ده اللي لسه هنعرفه الفتره الجايه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.